السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ زي ما احنا شايفين الصينيه اللي قدامنا دي، والله استحي اقول عليها صينيه قرنبيط في الفرن. عايزه اقول صينيه سمك. والتانية دي ده كنتاكي الغلابه. زي ما احنا شايفين ببيضه واحده وزيت بسيط خالص عملناه. صينيه القرنبيط في الفرن، طبعا في ناس كتير مش بتحبها، والقرنبيط حلو جدا ومن الاكلات الشتويه الحلوه. لو انت حابه تشوف الفيديو والطريقه تابعيني، وان شاء الله تطلعي منه مستفاده. وكل اللي مش بيحبه يقول لك اعمليه كل يوم، يطلبوه منك كل يوم. يلا بينا على الفيديو. اول حاجه، معايا القرنبيط، انا بختار اللي ظهرها مليان على بعض ومفيش فراغات خالص وبياضها ناصع. بمسكها اقطعها وافصصها كويس واغسلها واحطها تتصفى. بحط الميه تغلي على النار وبنزل عليهم بنص كوباية لبن. انا في القرنبيط يا جماعة بمية الغليان بزودها لبن عشان تديني بياض ناصح. بحط معلقة ملح في المية، واول ما تبتدي تغلي بنزل بالقرنبيط اللي معايا. تمام كده. لو انت عندك حد مش بيحبه هيطلبه منك كل يوم، جربي الطريقة دي بس. في سوى صينية الفرن ما شاء الله اطعم من السمك. اي حاجة طبعا بتكون فيها صلصة وكده وتستنى لما تبرد بتبقى طعمها جدا وطعمها حلو. جربي دي بس. خلاص انا طلعته كله من الميه وحطيته يتصفى. طبعا مش هشتغل فيه لما يبرد خالص، هبتدي اعمل التسبيك. معايا وحدايه بصل واحده، بنزل عليها بمعلقتين اتنين زيت وببدا اشوح فيهم. معايا فصين متقطعين ناعم توم، بنزل بهم هما كمان. تمام كده. اول البصل ما يبتدي ياخد اللون اللي انا عايزاه هنزل بكيس. انا معايا كيس طماطم متفرز، انا عملته معاكم قبل كده الصلصه دي. هنزل بيه. معايا ملح، معايا فلفل اسود، معايا كمون، بنزل بهم هما كمان. دي بهارات التسبيكه، واسيبها تعيش مع نفسها في الطاسه بقى. وببدا احمر القرنبيط اللي انا طلعته من الميه وبرد. سخن الزيت وابدا انزل بيه. هنزل بكل الكميه اللي معايا. انا مش حاطه زيت كتير يا جماعه، لان انا هديله تشويحه بس او ياخد لون يا دوبك بس، لان انا لسه هدخله الفرن هياخد سوا كتير. تمام كده. خلاص انا عملته على الجنبين ما شاء الله زي ما احنا شايفين. هبدأ اطلعه من الزيت واكمل باقي الكمية اللي معايا. خلصت باقي الكمية هنزل بيه في الصلصة. الصلصة طبعا اتسبكت كويس، وعشان هو ياخد نار كتير انا يا جماعة هزوده كوبايتين مية واديله غلوتين على البوتاجاز قبل ما ادخله الفرن. اول ما يبتدي يغلي هدخله الفرن، بشغله الفرن وبشغله الشواية زي ما احنا شايفين كده. خلاص هو اخد غلوتين هدخله الفرن. وانا ما شاء الله عملت معاه صينية رز معمر، انا عملتها معاكم قبل كده اكتر من مرة. وهسيبهم يعيشوا مع نفسهم. هذه صينية الرز المعمر وهذه صينية القرنبيط، يعيشوا مع نفسهم. نبتدي نعمل المتحمر. معايا بيضة واحدة، معايا كوبايتين دقيق، معايا فلفل اسود، معايا بابريكا، معايا دي بيكنج باودر، معايا كمون، ومعايا معلقة ملح. طبعا خضرة المحشي دي انا غسلتها وقطعتها ومش هستخدمها كلها، مش هشتغل بيها كلها، هاخد على قد ما انا عايزة. هضرب البيضة في الخلاط مع البهارات. طبعا يا جماعة البيضة مش هتلف لوحدها في الخلاط، فانا بزودها كوباية لبن. لو انت حابة تستبدلي كوباية اللبن بكوباية المية دي براحتك. عملت كل المكونات دي في الخلاط. هبدأ انزل بيها على الدقيق واشغل الخليط كله مع بعض. معلقة البيكنج باودر دي بتدي القرنبيط قرمشة وبتخليه نافش من جوه عشان يستوي، يكون كريسبي يعني. تمام كده. هقلب كل الخليط في بعضه. في التوقيت ده انا القرنبيط اللي انا هعمله هحمره في المية اللي على النار بيستوي، لان انا يعتبر هديله سوا كامل عشان اول ما يتحمر يكون مستوي تمام. تمام كده. جربوا الوصفة دي وان شاء الله ولادك يحبوها. خلاص هو اخد السوا بتاعه كامل. هبدأ ارفعه من على النار. طبعا انا هصفيه كويس وانزل
بكل القرنبيط اللي معايا على الخليط اللي انا عملته معاكم. تمام كده. خلاص طلعت كل الكمية. بهرست الفول بقى بالمعلقة، هو مش محتاج، هو مستوي ما شاء الله يعني. هبدأ اهرسه بيها. انا عايزاه يكون دايب في قلب الخليط، يكون كله سوا واحد. انا هحمره زي الطعمية دلوقتي. ما شاء الله انا بعمله قطع صغيرة يا جماعة عشان يطلع فيه كريسبي، يطلع كريسبي خالص او مقرمش خالص. شايفين ما شاء الله. انا بقف برضو في المتحمر ده انا مش بكتر زيت كتير، لان اللي بيفيد بيترمي فحرام يعني. اول ما يبتدي ياخد لون انا بعمله على الناحية على الجنب التاني. تمام ما شاء الله كده. ما شاء الله بيطلع كريسبي وطعمه حكاية. خلاص انا ببتدي اطلعه وبكمل باقي الكمية اللي معايا. يا ريت ما تنسونيش باللايك والشير واشتراك في القناة. دي باقي الكمية اللي معايا. خلاص ما شاء الله خلصتها كلها. شايفين ده المتحمر كريسبي وطعمه حكاية. ودي صينية القرنبيط اللي في الفرن، ومعاها صينية الرز المعمر، عايشين حياتهم مع نفسهم دول. اما يكملوا سوا خالص هطلعهم. ما شاء الله اخدت تقريبا ربع ساعة في الفرن. شغالة الفرن عليها مشغلة الشواية، وخلاص كده ما شاء الله طالعة دايبة ومستوية. لو في حد مش بيحبها بعد الوصفة دي ما شاء الله يطلبوها منك دايما. شايفين دايبة ازاي ما شاء الله، مستوية جدا، طعمها حكاية. وده كنتاكي الغلابة، ده المتحمر ما شاء الله عليه. بيفضل كريسبي لاخر حاجة، لاخر واحد. ده الرز المعمر طبعا زي ما احنا شايفين. ده كان غدانا النهارده، ويا ريت ما يكون فيديوهات خفيفة على قلوبكم بتستفادوا منها. ويلا نعبي اللي احنا فرزناه يا جماعة. انا بحطه بياخد غلوة واحدة على النار بنص كوباية لبن ومعلقة ملح، ولما يبرد بعبيه في اكياس زي ما انتم شايفين كده. وبحطه في الفريزر. طبعا اي وقت بتطلعيه بتنزليه في ميه مغليه، بياخد دقيقه واحده وتطلعيه تشتغلي بيه على طول. يلا اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.